الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احمده واستعينه واستعين به واتوكل عليه واستغفره واتوب اليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد وحاد عنها غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، سيدنا وسيد الاولين والاخرين محمد، وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه الى يوم الدين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله، واحثكم على طاعة الله، وانهاكم عن معصيته، واستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة جل جلاله: وانذرهم يوم الآزفة، وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أيها الإخوة، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيه له ليحذرنا نحن معاشر المسلمين، وينذرنا من الآزفة، ذلك اليوم الآزف والقادم والقابل والآت، وكل ما هو آت قريب. تحذيرا من الآزفة، ذلك اليوم الذي يحشر الله فيه الخلائق فيتحركون من مواقعهم وقبورهم لينهضوا أحياء ويتحركوا إلى أرض المحشر، فتتحرك قلوبهم عن مواضعها وترتفع حتى تبلغ الحناجر من شدة الهول وعظيم الكرب. الآزفة، ذلك اليوم الذي لا يجد الظالمون فيه قريبا يشفق عليهم او صديقا يدافع عنهم او ذا جاه ومكانة يشفع لهم. وانذرهم
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآزفة ذلك اليوم الذي تنعقد فيه المحكمة الإلهية الكبرى، والتي يحذرنا وجاءنا نبينا منذرا منها. فهل من مدكر؟ إخوة الإيمان والعقيدة، لو أن عنصرا من عناصر الأمن دعا واحدا منا إلى فرع من الفروع الأمنية، أو حتى نطمئنك أكثر ونعيشك في ظل الأنظمة والقوانين، لنقل لو أن محضرا مبلغا من محضري المحاكم دعا واحدا منا إلى جلسة من جلسات محكمة معينة، ماذا تفعلون؟ بالتأكيد ستهتمون بالأمر كثيرا وتنشغلون بالقضية سرا وجهرا وتتفكرون في المسألة ليلا ونهارا، تبحثون عن الأسباب، تستشيرون أهل الخبرة، تسألون المحامين والعارفين بشؤون القضاء، تبحثون عن الوسطاء والسماسرة. كل ذلك لما؟ لأنكم لا تريدون أن تخسروا قضيتكم، علما أن الخسارة في مثل هذه القضايا لا تعد أن تكون غرامة مالية أو سجنا أياما معدودة، وإن شئت فقل سنين طويلة، مهما طالت فإنها ستنتهي بالموت. مدة قصيرة حياتنا الدنيا، فما بالكم بمنذر بمحذر بمبلغ كرسول الله صلوات الله عليه وسلامه، الذي لا يلهو ولا يعبث ولا يضغط عليك من اجل ان تدفع، انما الامور جد، لا ينطق عن الهوى، انما هو وحي يوحى، جاءكم بانذار وتبليغ لم يخطه او لم تخطه يد كاتب، ليس من صنع بشر، انما هو قرآن كريم فيه انذار لكم بحضور محكمة قاضيها العزيز القهار رب العالمين. الآزفة ذلك اليوم الذي تحشرون جميعا على صعيد واحد فتسمعون نداء الله لملائكته وهو يقول لهم وقفوهم انهم مسؤولون، قفوهم
انهم محاسبون، قفوهم انهم سيسألون عن النعيم، عن كل صغيرة وكبيرة، وقفوهم انهم مسؤولون. تنتظر المحاكمة حينئذ في يوم لا تتوفر لك تلك الميزات التي كانت تتوفر لك في ساحات المحكمة في الدنيا. لا تجد هناك انيسا لك ولا جليسا، لا تجد من يلاطفك، من يسايرك، من يحامي عنك ويدافع عنك. لا تجد من يدفع عنك، لا تجد من يتصل بمسؤول من اجلك، لا تجد شخصا يعطيك بطاقته ليعلموا انك من طرفه. في ذلك اليوم تتحمل المسؤولية بنفسك. يتنكر الناس جميعا لبعضهم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق. هناك تجد نفسك وحيدا تنتظر مصيرا مجهولا، تنتظر يوما كاملا من ايام يوم القيامة، لا من ايام الدنيا، يوما من ايام يوم القيامة التي بينها ربنا بقوله: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا لا نجاة. ومن في الارض جميعا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا
كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. الآزفة التي فيها تجد من تولى، من ادبر، من جمع فاوعى. تجد المدبرين والذين ملأوا اوعيتهم من الحرام، تجد الطغاة والجبابرة، تجد الملوك والسلاطين في ارض المحشر كامثال الذر تطأهم الخلائق باقدامها. اولئك الرجال الكبار العظام في الدنيا الذين كنا نهابهم تهتز فرائصنا من سماع اسمهم، ذوي العروش الذين يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليأتي الرجل العظيم الضخم، اي في دنياكم، انه ليأتي الرجل العظيم الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اولئك المتكبرون الجبابرة الظلمة المدبرون الذين جمعوا فاوعوا، ملأوا اوعيتهم من اموال الناس، تجدونهم كامثال الذر في ارض المحشر تطأهم الخلائق باقدامها احتقارا لهم، ويزيدهم الله احتقارا يوم ينادي بعد ان يطوي السماوات والارض كطي السجل للكتب، ينادي انا الملك اين المتكبرون، اين انا الملك اين الجبارون، لتتكلم هذه الذرات الحقيرة التي تطأها الناس باقدامها انا الملك اين المتكبرون. طبعا لا يرد احد، لان العروش تزلزلت، ولان الدول فنيت، ولان المآثر بادت، ولان الجموع تفرقت، ولان الشهوات فنيت. الآزفة التي في ساحة محكمتها الفصل لمن الفصل في ساحتها، لمن الحكم، لمن الملك، ينادي قاضيها في الخلائق لمن الملك اليوم، فتجيب الخلائق كلها مؤمنها وكافرها طائعها وعاصيها بلسان واحد لله الواحد القهار. حينئذ تعنو الوجوه لعظمته، وتضطرب القلوب من هيبته، وتخشع الجوارح خوفا من عذابه ونقمته، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه، خضعت ذلت، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حينئذ يأذن الله ببدء المحاكمة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. حينئذ يشعر الناس بافتقارهم الى الحسنات، يتبادلون التهم القديمة، يطلبون مظالمهم عند الاخرين علهم يحصلوا على عملة صعبة تنفعهم في هذا الموقف. يفتحون الدفاتر القديمة
أنت ضربتني، أنت أهنتني، آتني حقي من حسناتك. وربما يدعي بعض منهم أكثر من حقه، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن عنده أرشيف حياتهم، عنده سجل أعمالهم، لا نضيع عمل عامل منهم. حينئذ توزع لوائح الاتهام، يعطى كل آن منا صحيفة أعماله بيده بيمناه من أمامه أو بشماله من ورائه مغلولا إلى عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه لقطات سريعة من الآزفة التي نقف جميعا بين يدي الله لنسمع الدعاوى التي ترفع علينا من الذين أهناهم، من الذين هتكنا أعراضهم، من الذين شتمناهم، من الذين سفكنا دماءهم، أكلنا أموالهم. والحكم لله الواحد القهار. وإذا أراد الواحد منا أن يتنكر سيسمع الشهود كما تسمع شهادتهم في محاكم الدنيا، لكن شهود الآزفة بررة أمناء صادقون لا تشترى ذممهم بالمال والرشوة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون من أن تشهد، وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه إذن هي الآزفة التي جاءنا رسول الله ينذرنا ويحذرنا منها. فعلى أي شيء تراهنون في نجاتكم؟ على أي شيء تراهنون في فوزكم في تلك المحكمة؟ هل تراهنون على رحمة الله؟ ألا فلتعلموا أن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين أي دون غيرهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا كانت رحمة الله وسعت كل شيء كصفة ذاتية كمالية، صفة كمال لرحمة الله، إلا أن الله تعهد أن لا يجعلها إلا من نصيب المتقين، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون. هي في نفسها واسعة كاملة، لكنني سأكتبها للذين يتقون. إذن على أي شيء تراهنون؟ على المال والرشوة والجاه والسلطان والأولاد والأهل والعشيرة. ألا فلتعلموا أن الآزفة يوم خاص، يوم مميز لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. إذن لعلكم ستلقون المسؤولية على شياطينكم وقرناء السوء الذين كانوا يوسوسون لكم. ألا فلتعلموا أنكم يوم القيامة ستتخاصمون، وسيلقي كل واحد منكم، أنت وشيطانك، سيلقي كل واحد منكم المسؤولية على صاحبه. قال لا تختصموا لدي. قال قرينه في الدنيا، قال قرينه ربنا ما أطغيته، أنا ما دخلني، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، لست أنا الذي يستجيب لصراخكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هل ستلقون المسؤولية على آبائكم وأجدادكم الذين علموكم وأورثوكم هذه الأخطاء؟ ألا فلتعلموا أن ذلك لا ينفعكم. من قبلكم جرب المشركون هذه الحجة يوم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ربما يخطر ببالكم أنكم ستلقون المسؤولية على ساداتكم وكبرائكم الذين أضلوكم وأبعدوكم عن نهج دينكم. ألا فلتعلموا أنكم وساداتكم وكبراؤكم وزعماؤكم وأحباركم وكهانكم ومعلميكم ستتخاصمون أمام الله، وسيتنكر بعضكم لبعض ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، كما قال تعالى ربنا ناقلا عنهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. من أطاعوا؟ ربنا إنا، هذا قول ربكم، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هل ستراهنون بين يدي الله على محام يدافع عنكم
او ذا جاه يشفع لكم. الا فلتعلموا ان الناس والعبيد والخلائق احقر من ان يتدخلوا في امر الله. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اما اولئك البسطاء الذين انما اقول هذه الكلمة لا لاجرهم، انما شفقة عليهم لأوقظهم من رقادهم. اما اولئك البسطاء الذين يعتقدون ان مشايخهم سيضعونهم في علبة تتنهم، سيضعونهم هؤلاء البسطاء اقل من ان يرد عليهم، لكنني اذكرهم ان شيخ المشايخ وسيد السادات وعظيم العظماء رسول الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاهل بيته: يا صفية عمة رسول الله لا اغنيك من الله شيئا. انا ما دخلني ولا ضعك في علبة الدخان. يا صفية لا اغنيك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا اغنيك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله. انتبهوا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يا صفية عمة محمد، يا عباس عم محمد، يا فاطمة بنت محمد، انما اشار اليهم الى مكانته الى مقامه. لكن هذه المكانة لا يمكن ان تنفع من بطأ به عمله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله. ثم قال: يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئتي. بدك مصاري اعطيك ما عندي. سليني من مالي ما شئتي لا اغنيك من الله شيئا. اذا كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اهل بيته، فاني اعتقد انه صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من كثيرين من امته. نعم، سيتبرأ من الذين احدثوا في دينه ما ليس منه، من الذين ابتدعوا في دينه ما ليس عليه امره، من الذين شاقوا الله ورسوله واتبعوا غير سبيل المؤمنين. كما ورد ان الناس يصيبهم يوم القيامة ظمأ شديد فيقصدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الحوض الذي طالما رجونا ان يكون لنا منه حظ. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم ومن يده الشريفة المباركة شربة لا نظمأ بعدها ابدا لنا وللمسلمين جميعا. لكن الواقع غير ما نتمنى. يقبل الناس على حوض النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، لكن هناك ملائكة تبعد الكفرة والمشركين والمبتدعين الذين احدثوا في دينهم ما ليس منه. لكن المبتدعين والذين احدثوا في دينهم ما ليس منه هم من امة رسول الله، وبالتالي يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصيح بالملائكة: لما تطردونهم؟ يصيح: امتي، هؤلاء الذين طردتوهم عن الحوض مع الكافرين
النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، أو في رواية أصحابي أصحابي، أي جماعتي المحسوبون علي. فتقول الملائكة يا محمد دعهم، لا تلوث حالك فيهم، يا محمد دعهم، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بدلوا غيروا أضافوا، دعهم لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا سحقا سحقا. وليت الأمر توقف عند هذا الحد. بعد ذلك يوم يقفون أمام الله في المحكمة سيجد كل واحد منهم في صحيفته إشارة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه دعوى الحق العام، فيقيم عليهم، على الذين أحدثوا في دينهم، بدلوا دينه، أعرضوا عن كتابه، سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم دعوى الحق العام. أولئك الناس الذين إذا قلت لهم قال الله وقال رسوله قالوا لك قال فلان وأفتانا علان. إذا قلت لهم ولكم في رسول الله أسوة حسنة قالوا بل نقتدي بساداتنا وكبرائنا. إذا قلت لهم اتبعوا الله ورسوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي قالوا بل نصلي كما صلت أمهاتنا وخالاتنا. أطفال تعلموا الصلاة من أمهاتهم من النسوان في البيت. إذا قلت لهم ما هكذا الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول دعك عنا نصلي كما صلت أمهاتنا وخالاتنا. إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قالوا بل نأخذ مناسكنا من تراث آبائنا وثقافة مشايخنا. إذا قلت لهم اقرأوا القرآن، تأملوا فيه، تدبروا في كتاب الله، اعملوا به حتى تنتفعوا منه في آخرتكم قالوا بل نقرأ القرآن حتى تنتفع به أمواتنا. وكأن القرآن أنزل على محمد لينذر به الموتى، بينما الله سبحانه وتعالى يقول لينذر من كان حيا، لم يقل لينذر من كان ميتا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هؤلاء الذين بدلوا واحدثوا في دينهم واتبعوا غير سبيل المؤمنين سيحرمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تدخل فيهم رسول الله لأنهم من أمته ستقول الملائكة له دعهم يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيختم النبي عليه الصلاة والسلام على أوراقهم بكلمتين بعدا بعدا سحقا سحقا، ثم يقيم عليهم دعوى الحق العام أمام الله وهو يصرخ كما قال تعالى ناقلا عن الرسول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حينئذ سيعرف الذين بدلوا دينهم واحدثوا فيه ما ليس منه أن كبراءهم ومعلميهم وآباءهم وأجدادهم ومجتمعهم كل هؤلاء خدعوهم يوم دلوهم على غير سبيل المؤمنين، وأضلوهم يوم سلكوا بهم السبل وأبعدوهم عن صراط الله
الذي قال عنه ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الطرق التي إلى جانب الطريق الصحيح، لا تتبعوا هذه السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حينئذ سيعض أولئك المجرمون على أصابع الندم وهم يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا هذا الذي له اسم كبير أو مكانة كبيرة أو مال عريض أو غير ذلك من المواصفات التي ينخدع بها الناس والتي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي الرجل العظيم الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.